ملوك القدماء المصريين في مصر القديمة كان لهم السلطة المطلقة اللي استمدوها بشكل كبير من الدين اللي سيطر على حياة المجتمع المصري. فالملك كان بيعتبر هو ابن الإله آمون، ومن هنا كان الشعب بيعتبر الملك هو حلقة الوصل بين البشر والمعبودات. فالملك كان بيصدر القوانين اللي مفروض إنها نابعة من المعبودات وعلى البشر تنفيذها، ومن هنا سيطر الدين بشكل كبير على المجتمع المصري. وطبعا طبقا للعقيدة المصرية إن الهدف من حكم الملك للبلاد وسن القوانين هو الحصول على رضا المعبودات وتحقيق التوازن والعدل وحماية البلاد من أي غزو خارجي، وده من خلال امتلاك جيش قوي وفي نفس الوقت تحقيق الرفاهية لابن الإله الملك الحاكم. وبكده تكون المعبودات في سعادة ورضا على الشعب. الهرم في الحضارة المصرية القديمة مش مجرد بناء تصميم معماري ومقبرة، لا ده كان كمان نظام طبقي اجتماعي كبير قامت عليه الحضارة المصرية القديمة 3000 سنة. الملك هو رأس الدولة أو الفرعون هو رأس الدولة، وهو الحاكم والآمر الناهي، وهو اللي بيسن القوانين، وهو اللي بيوافق على إمكانية تنفيذ هذا القانون أو عدم إمكانية تنفيذه، وهو اللي بيعين مجموعة يعني الموظفين من أول موظف لأصغر موظف في القصر الملكي. يجي في المرتبة الثانية، وده ما نقدرش أبدا يعني نغفل عن أهميته، هم مجموعة الوزراء زي التشكيل الحكومي كده، مجموعة الوزراء المختصين بكل شيء يخص كل وزير، زائد مستشارين الملك اللي هم يعني بيتخذ مشورة ليهم في دايما الجانب السياسي والجانب الاقتصادي. يجي بعد كده الطبقة دي اللي هم طبقة الكهنة. طبقة الكهنة دي طبقة مهمة جدا ولا يستهان بيها في مصر القديمة، لأنهم كانوا معتمدين اعتماد كبير جدا على الدين، فكانوا بيرتكنوا على أي أمر في الحياة بشكل ديني. وطبعا كلام الديني والأوامر الدينية بطبيعة الشعب المصري وشعب متدين جدا ودايما بيهتم بالجانب الديني، فكان كلامهم سمعا وطاعة. حتى للملك نفسه، لأنه ما كانوا بيصيغوا الحياة السياسية، بيصيغوا شرعية الملك ووصوله إلى الحكم بشكل ديني بحت جدا. وعندنا طبعا يعني أمثلة كبيرة زي مثلا الملكة حتشبسوت في عصر الدولة القديمة، الأسرة 18 قد إيه كانت من أهميتها، أو ما كانتش يعني أهل لارتقاء العرش، لكن هي لجأت إلى حيلة الولادة الإلهية من المعبود آمون، وأن هي من صلب الإله وابنة الإله، ونفذت دوت بمناظر ونقوش على جدران معبد الدير البحري في منطقة الأقصر في البر الغربي. وكانت حريصة جدا الملكة دي على أنها تظهر الجانب ده. ليه أظهرت الجانب ده؟ علشان تاخد أهميتها وعلشان تاخد شرعيتها وقدرتها على الحكم، وأصبحت فعلا ملكة على مصر العليا والسفلى، وحكمت مصر حوالي 20 أو 22 سنة، ودي فترة حكم كبيرة جدا. مصر كانت خلالها في حالة من الهدوء والسلام، والتعاملات التجارية المختلفة جدا، كانت منفتحة اقتصاديا وتجاريا على بلاد بونت،
وليها المنظر الشهير الموجود حاليا برضو في المتحف المصري، حملة بلاد بوت، اللي هي جابت منها مجموعة من التوابل والبخور والمنتجات النادرة جدا، وهي يعني موجودة حاليا طبقا للأبحاث في مصر القديمة. سيطر على مصر القديمة بشكل كبير طبقة الكهنة، وكانت أغلب المناصب العليا والتخصصات العلمية ما بتخرجش عن طبقة الكهنة. فالوزير كان بيعتبر تاني أقوى منصب بعد الفرعون، وفي بعض الأحيان كان بيشغل منصب الكاهن الأعلى لآمون رع، وطبعا كان بيتم تنصيبه من خلال الملك الفرعوني. ومن مهام منصب الوزير هو الإشراف على الإدارة السياسية. وبشكل خاص الإشراف على الضرائب ومراقبة توريد المواد الغذائية والتأكد من سلامة العائلة المالكة، وكمان الاستماع إلى مشاكل النبلاء والحكم في منازعاتهم. بالإضافة على حكم البلاد في حالة عدم قدرة الملك بسبب المرض أو صغر سن الملك لغاية ما يبلغ سن الرشد. طبقة الكهنة في المجتمع المصري القديم في الأغلب كانوا من طبقة النبلاء، وهم اللي كانوا بيعينوا في المناصب العليا، وفي الأغلب بيكونوا من العائلة الحاكمة، وهم اللي كانوا بيمتلكوا الأراضي الزراعية اللي كانت بتعمل فيها أقل طبقة، وهي طبقة الفلاحين. احتل طبقة الكهنة مرتبة عالية في المجتمع، وكانوا في البداية بيتعينوا في مناصبهم من خلال الفرعون، ومع الوقت اتحول تولي المناصب من تعيين إلى وراثة، وكان مهمتهم هي خدمة الإله والعناية بالمعابد وإقامة الطقوس والاحتفالات المختلفة، والسماح للشعب بتقديم القرابين تقرباً للمعبودات. برضو طبقة الكهنة كان ليهم يعني تدرجات وظيفية، يعني جوه طبقة الكهنة ليهم تدرجات وظيفية، زي مثلا الغريحب دوت الكاهن المرتل القارئ في المعبد، بيعلوه كريتب هو الكاهن الأعلى، وفي الحريق حابط، وفي الوعب ده الكاهن المطهر اللي هو بيستخدم يعني بيتم حضوره في عمليات التحنيط والتطهير المعبد وتطهير جسد المتوفى. والكاهن المرتل كان مهمته هي تلاوة التعويذ والتسابيح خلال الطقوس في المعبد وإقامة المراسم الرسمية، وكمان كان ليهم دور كبير في الطقوس الجنائزية ومراسم الدفن. وعشان كده كان ليهم باع كبير في ممارسة السحر، وكان الكاهن المرتل الأعلى هو حامل كتاب الطقوس، والكهنة المرتلين كان بيلبسوا وشاح على صدورهم دلالة على رفعة مناصبهم. برضو من ضمن السلطات المهمة جدا أو التدرج الوظيفي بعد طبقة الكهنة اللي هم المسؤولين عن الخزانة
اللي هم أمناء الخزانة، زي مثلا سيجاوتي بيتي ده حامل الأختام الملكية. برضو في اللي هو ختم تيبيتي ده حامل الختم الملكي الخاص بالملك. ودولت موزعين بقى حسب اختصاصاتهم وحسب محافظات مصر، يعني في حامل الختم الملكي لمصر العليا، ثم حامل الختم الملكي لمصر السفلى، وفي كاتم أسرار الملك بيبقى يكون من ضمن أمناء الخزانات دي. القزم سنيب بيعتبر الفريد من نوعه اللي تولى مناصب رفيعة في عصر الدولة القديمة، وكانت ليه مكانة كبيرة عند الملك. كان المسؤول عن خزانة الملابس الخاصة بالملك خوفو، فده طبعا يعني وظيفة كبيرة جدا جدا في القصر الملكي انها تعطى للقزم. ده دليل على اهميته وعلى قدره وعلى اجتهاده في عمله. المتحف المصري بالتحرير بيعرض تمثال القزم سنيب، والفنان أبدع في نحته للتمثال، فجعل أبناء سنيب أسفل قامته وكأنهم امتداد لقامة سنيب القصيرة. نرجع بعد كده للطبقة الأخيرة، وهي الطبقة المهمة جدا، طبقة الكتبة، الكاتب المصري بكل تدرجاته. ايه هي وظيفة الكاتب؟ ان هو بيعد الماشية، والكاتب دوت بيسجل كل التسجيلات الخاصة بالحسابات، وبيسجل كل موارد ومصادر القصر الملكي، وبيسجل برضو بيبقى متواجد في قضايا الفصل. يعني ايه؟ يعني زي الكاتب العدل كده، لازم بيكون هو مع ملحق لكل قاضي مجموعة من الكتبة وفريق من الكتبة عشان يقوموا بقراية القضايا ويقوموا بتفنيدها وتسجيلها وتسجيل الحكم. طبقة الكتبة من الطبقة المهمة جدا 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 في مصر القديمة. عندنا تماثيل كتيرة جدا بتمثل أهمية وظيفة الكاتب، وده بيعني أهمية العلم والتعليم عند المصري القديم من الصغر. حتى دايما إن كان المصري القديم بيحث ابنه على إن هو يتعلم ويقرأ ويكتب، علشان لما يكبر ويرتقي في السلم الوظيفي يدخل في سلم وظيفة الكاتب الخاصة أو الملحقة به البرعة أو القصر الملكي. وفي النهاية بنقول إن التسلسل الوظيفي الهرمي في العالم بدأ من قدماء المصريين، ونقلته حضارات العالم مع تطور الزمن.